بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في حل الاختبار التراكمي رقم 1 في الهندسة على الدرس الأول من كراسة المعاصر 2023. السؤال الأول بيقول لي هنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أكبر الأوتار طولا في الدائرة بيسمى. أكبر الأوتار طبعا هو القطر. ليه؟ تعالى كده، أنا رسمت لك دايرة وعملت لك هنا نقطتين، نقطة ادي نقطة وادي نقطة، فلما وصلت النقطتين دول كده النقطة دي بالنقطة دي اصبح ده وتر وده برضو وتر. طب امال ايه الفرق بين ده وده؟ ان الوتر ده مر بالمركز، وطالما مر بالمركز يبقى بقول عليه قطر، ولذلك القطر هو فعلا اطول وتر في الدايرة. عدد محاور تماثل نصف الدائرة هيكون 1، ولو قال لي برضو عدد محاور تماثل ربع الدائرة برضو 1، يعني عدد محاور تماثل أي جزء من الدائرة بيساوي 1. طول نصف قطر الدائرة التي مركزها، عايز طول نصف القطر، طول نصف القطر يعني نق اللي هو طول نصف القطر، التي مركزها 7 و4 وتمر بالنقطة. هنا طالما قال لي عايز نصف القطر، يعني أنا مثلا عندي هنا الدائرة كده وعندي هنا المركز اللي هو مدهوني ب7 و4، تمر بالنقطة 3 و1. أنا هعتبر إن النقطة دي اللي هي هتمر بيها 3 و1. تمام؟ طيب كده محتاج أجيب نصف القطر. عشان أجيب نصف القطر يعني هجيب البعد ما بين المركز والنقطة، وده بقانون إحنا خدناه في الترم الأول، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يعني أنا هقول كده مربع زائد مربع، هطرح هقول 7 ناقص 3 تربيع، أدي 7 ناقص 3 و4 ناقص 1 يساوي 7 ناقص 3 يديني 4 تربيع ب16 زائد 4 ناقص 1 3 تربيع ب9، 16 زائد 9 يديني 25، وال25 جذرها 5 يبقى 5 وحدات طول، يبقى نصف القطر هنا 5 وحدات طول. اختار على طول الاختيار رقم ج. في رقم او الفقرة رقم 4 بيقول لي هنا: إذا كانت مساحة الدائرة ب9 باي وطول نصف، فإن طول نصف قطرها بيساوي نقطه. طالما مديني مساحة الدائرة فأنا هكتب هنا قانون مساحة الدائرة. طبعا قانون مساحة الدائرة بيساوي ايه؟ مساحة الدائرة بيساوي باي نق تربيع. طبعا هو هنا المساحة مدهني ب9 باي، فأنا هشيل المساحة واحط المساحة الجديدة اللي هي 9 باي بيساوي باي نق تربيع. هنا الباي تطير مع الباي، أصبح النق تربيع ب9، يعني هنا كده هيبقى نق تربيع بيساوي 9. طبعا أنا هاخد الجذر التربيعي، نق تربيع جذرها نق والتسعة جذرها 3. هي من المفترض اللي هي موجب وسالب، ولكن نصف القطر او يعني طول بيبقى بالموجب دايما، فنصف القطر هيبقى هنا ب3، فانا هختار 3 اللي هو ايه؟ الفقرة رقم د 3. تمام؟ طيب رقم 4 بيقول لي هنا: محيط دائرة او دائرة محيطها 8 باي، فإن طول قطرها. مفيش أي مشاكل طالما هنا مديني المحيط، فأنا كل اللي أنا هعمله هكتب قانون محيط الدايرة. تعال نكتب مع بعض كده قانون محيط الدايرة. يبقى المسألة اللي قبليها كان قانون مساحة الدايرة، هنا قانون محيط الدايرة. محيط الدايرة بيساوي 2 مضروب في باي مضروب في نق، يعني 2 باي نق. هشيل المحيط واحط مكانه المحيط الجديد اللي هو 8 باي، يبقى انا كده معايا المحيط بيساوي كام؟ 8 باي، وهنا عندي 2 باي نق. زي ما تعودنا باي هنا في اليمين وباي في الشمال راح مع بعض، اصبح هنا ال8 بيساوي 2 نق. انا عشان عايز النق هنا فبقسم على العدد اللي قدام النق، اقسم على 2، فهنا اقسم على 2 وهنا اقسم على 2. 2 على 2 راحت، يبقى معايا كده نصف القطر بيساوي 8 على 2 فيها 4. ولازم اركز واشوف هو عايز نصف القطر ولا عايز القطر. هو طبعا هنا مش عايز نصف القطر، ده عايز طول القطر. طب ولما يكون نصف القطر ب4 سم
يبقى طول القطر بكام؟ طول القطر بيساوي 8. ليه؟ هضرب الاتنين في 4 بيساوي 8 سنتي، يبقى طول القطر ب8. يبقى اختار الاختيار رقم ج. نيجي بعد كده ليه رقم 6. بيقول لي هنا مثلث له محور تماثل واحد، وطالما مثلث له محور تماثل واحد يبقى هنا المثلث ده هيكون مثلث متساوي الساقين، يعني فيه ضلعين قد بعض. طب هو بيقول لي هنا الاضلاع بتاعته 10 سنتي و5 سنتي وس، يعني عايز الضلع الثالث ده يبقى كام؟ طيب 5 ولا 10 ولا 8؟ اول حاجه هنا انا لو اخترت ال5، يعني انا لو شلت السين كده وحطيت 5، انا عندي في تاني اعدادي عشان خاطر اشوف الاضلاع ديت انا بجمع اصغر ضلعين، ولازم اصغر ضلعين يبقى اكبر من الضلع الثالث. تمام؟ فانا لو جمعت ال5 زائد ال5 هيديني 10. طب ده ال10 بتساوي الضلع الثالث، لا انا عايزها اكبر، يبقى ال5 دي ما تنفعش. طب تعال نشوف ال10. تعال نشوف ال10. هجمع اصغر ضلعين 10 و5 15. ال15 اكبر من ال10، يعني اكبر من طول الضلع الثالث، يبقى فعلا هو ده اللي حقق. تمام؟ يبقى كده هيبقى ايه الاضلاع الجديده 10 سنتي و5 سنتي و10 سنتي فعلا. يبقى الضلع الثالث لا اما هيبقى 10 لا اما هيبقى 5. تمام؟ ما نفعش ليه 5؟ عشان لو جمعت ال5 وال5 هيدوني 10 فبيساوي الضلع الثالث، ودي طبعا ما ينفعش. اللي ينفع ايه؟ ان انا اجمع اصغر ضلعين ولازم يطلعوا اكبر من الضلع الثالث. الفقرة رقم 7 بيقول لي هنا في الشكل المقابل أ ب وتر في الدائرة م ج عمودي على أ ب، د منتصف القطعة م أ وج د بيساوي 3 سم، فإن مساحة الدائرة م بيساوي نقطة. طبعا ادي الشكل زي ما انتم شايفين كده، فأنا نقلته هنا. هو بيقول لي هنا الجيم د ب3، الجيم د ب3 سم اهو، الجيم د كده ب3 سم. عشان اجيب انا مساحة الدايرة لازم لي نصف القطر اللي هو الميم جيم. طيب اجيب ازاي انا الميم جيم؟ اول حاجة انا عندي المثلث ا م ج وهو قائم الزاوية هنا في ج. تمام؟ وعندي الدال منتصف ا م. واخدين في تاني اعدادي ان لما يكون عندي مثلث قائم وعندي الدال منتصف، الجيم دال ده هيبقى متوسط في المثلث. والمتوسط ايه علاقة المتوسط بالوتر اللي في المثلث؟ ان طول المتوسط ده نص طول الوتر، يعني الوتر ده كد المتوسط ده مرتين. طب ما هو المتوسط ب3، يبقى الوتر في المثلث اللي هو نصف القطر في الدايرة، فهيبقى ايه ب6 سم. طب نكتب الكلام ده ازاي؟ اول حاجة هقول له بما ان المثلث ا ج م قائم الزاوية، او في المثلث ا م ج، بما ان قياس زاوية ا ج م ا ج م بيساوي 90 درجة، والدال منتصف ا م، الدال منتصف ا م، اذا الجيم دال متوسط، الجيم دال متوسط في المثلث. ايه علاقة المتوسط بالوتر اللي جوه المثلث؟ ان المتوسط نص الوتر، يبقى على طول الوتر اللي هو الالف ميم يساوي 2 من جيم دال، يعني الالف ميم يساوي 2 في 3 بيساوي 6 سم. جبت كده الالف ميم اللي هو وتر في المثلث، لكن في الدايرة نصف قطر، يعني انا كده معايا النق بكام؟ ب6 سم، معايا نصف القطر ب6 سم. وعادة لما يطلب مني المحيط او المساحة لازم يكون عندي نصف القطر، عشان كده انا جبت نصف القطر هنا ب6 سم. هو عايز المساحة، يبقى على طول اقول له كده مساحة الدايرة بيساوي باي نق تربيع، باي نق تربيع. هو في المسألة من الزل باي، يبقى مفيش الا غير ان انا اربع نصف القطر اللي هو 6، فهيبقى 36 باي. يبقى اروح على طول على الاختيار اللي اديني 36، فهيبقى الاختيار رقم د. رقم 8 بيقول لي هنا في الشكل المقابل دائرة م طول نصف قطرها 13. خد بالك ان طول نصف القطر 13، وأ ب وتر فيها. أ ب الوتر ده طوله ب24 سم، وم د عمودي على أ ب،
يقطعه في ج فإن ج د. تعالى كده نكتب الكلام ده على الرسم أو نوضح الأرقام ديت على الرسم. أنا عندي دايرة وعندي وتر اسمه أ ج، م ج عمودي على أ ب. بيقول لي إن الألف ب وتر طوله ب 24. طب أنا عندي نتيجة بتقول إن المستقيم اللي نازل من المركز عمودي على الوتر بينصف الوتر، يعني الوتر اللي هو الألف ب كله ب 24، يبقى نصه ب 12 ونصه ب 12. دي معلومة. المعلومة التانية بيقول لي إن نصف القطر بكام؟ نصف القطر ب 13. طب ما أنا عندي كده لو وصلت الميم بالألف هو هيبقى نصف القطر فين؟ في الدايرة، ولكنه وتر في المثلث. وتر إيه؟ في المثلث، فهيبقى ده كده ب 13. أصبح كده عندي المثلث أ م ج قائم الزاوية. عندي ده وتر في المثلث وده ضلع، أقدر أجيب الميم ج اللي هو الضلع الثالث. خلي بالك ده ضلع مش وتر، يبقى أنا هربع ال 13 وهربع ال 12 فيثاغورس وأطرحهم من بعض تحت الجذر يديني الميم ج. طيب الكلام ده أنا أقوله إزاي؟ أول حاجة هقول إيه؟ هقول بما أن الميم ج عمودي على الألف ب. بما أن الميم ج عمودي على الألف ب، إذا الجيم منتصف ألف ب أهو. الجيم منتصف ألف ب يعني إيه؟ يعني الألف ج يساوي ج ب. الألف ج يساوي ج ب يساوي 24 على الاتنين فيها ال 12. خلاص كده؟ طيب أنا خلاص أنا جبت كده الميم ألف ب 13. أقول في نظرية فيثاغورس في المثلث أ م ج القائم الزاوية، أدي كده أ م ج، يبقى أنا كده عندي المثلث أ م ج قائم الزاوية في ج. إذا الميم ج ده ضلع، يبقى أقول له كده م ج يساوي الجذر التربيعي لمربع الوتر ناقص مربع الضلع. الوتر 13، فلما اجي اربعه هيبقى 169 ناقص هنا 12، لما اجي اربع ال 12 هتبقى 144 يساوي، طبعا 169 ناقص 144 هيساوي 25، وال 25 جذرها كام؟ 5. ده الميم ج اللي ب5، الميم ج ب5. طيب انت من شويه قلت ان الميم الف اللي هو نصف القطر ب 13، طب ما هيبقى الميم د كله ميم د برضه ب 13، وعندي ميم ج انا لسه جايبها ب5، يبقى عشان اقدر اجيب الجيم د اطرحهم من بعض. اطرح ال 13 ناقص 5 بيساوي 8، يبقى دي كده ب 8 سنتي. تمام؟ يبقى انا كده معايا كام؟ 8. كل الفكره ان انا وصلت الميم بألف يبقى نصف قطر ولكنه وتر في المثلث، وعندي الألف ج ب 12، يبقى جبت الميم ج. ربعت ال 13 وربعت ال 12 وطرحتهم من بعض. ال 13 لما ربعتها ب 169 وال 12 لما ربعتها ب 144. 169 ناقص 144 يديني 25، جذرها 5. جبت الميم ج ب5. طب ما الميم ألف نصف قطر ب 13، هيبقى الميم د كله برضه نصف قطر ب 13، لأن أنصاف الأقطار في الدايرة متساوية في الطول. أنا جبت الميم د كله ب 13، وعندي الميم ج الميم د كله ب 13 اللي هو نصف القطر، وعندي الميم ج أنا لسه جايبه ب5. أطرح 13 ناقص 5 يديني 8، يبقى أختار الاختيار رقم ج. أجي بعد كده للسؤال الثاني. السؤال الثاني هنا طبعا سهل. بيقول لي ايه في السؤال الثاني؟ بيقول لي أ ب وب ج وتران في الدائرة. يعني أنا عندي وترين، وتر اسمه أ ب ووتر اسمه ب ج في الدائرة م التي طول نصف قطرها بكام؟ ب5. طيب وم د عمودي على أ ب، ويقطع القطعة ب د في د، ويقطع الدائرة فيه. المهم السين منتصف ب ج وأ ب ب8. قياس زاوية أ ب ج بيساوي 56. اوجد قياس زاوية
دال ميم س. تعالى يعني ننقل الكلام ده على الرسم، نحط الارقام دي على الرسم عشان خاطر واحنا نشتغل واحنا قدامنا الرسمه والارقام. انا هقولها لكم تاني. هو طبعا حاطط ال 56، انا عندي هنا الميم دال عمودي على الالف ب على طول، طالما عمودي يعني دي كده بكام؟ 90 درجه. وعندي السين منتصف الوتر ب ج، يعني معنى كده الميم س عمودي. تمام، دي نتيجه. طيب هو عايز قياس زاويه ميم اللي هي دال ميم س. انا عندي كده زاويه ب 90 وزاويه ب 56 وزاويه ب 90. هجمع الثلاث زوايا دول واطرحهم من 360. طب ليه اطرحهم من 360؟ لان الشكل ده م س ب ده شكل ايه؟ شكل رباعي. تمام كده. طيب يبقى انا هقول الكلام ده ازاي؟ هقول له بما ان السين منتصف ب ج، السين منتصف ب ج، اذا الميم س عمودي على ب ج، ميم س عمودي على ب ج، يعني معنى كده ان قياس زاوية ب س م ب س م بيساوي 90 درجة. وبما ان طبعا انا عندي كده ب 90، قياس زاوية م د ب برضو بيساوي 90. ليه؟ اقول له لان الميم د عمودي على الالف ب، وهو اللي جاي الكلام ده، م د عمودي على الف ب. نيجي للشكل ده، انا عندي الشكل ده شكل رباعي، يبقى اقول له بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخلة للرباعي او للشكل الرباعي بيساوي 360 درجة. اذا قياس زاوية م اللي هو عايزها اللي هي د م س يساوي 360 ناقص، افتح قوس، عندي زاوية ب90 وزاوية ب90، يبقى ادي 90 زائد 90 زائد 6 و50 يساوي ادي 360 ناقص، طبعا لما اجمع دول ادي 0 و0 و6 6 9 و9 18 18 و5 يديني 23، يعني دول كده مجموعهم 236. لما اطرحها من 360 0 ناقص 6 ما ينفعش، 10 ناقص 6 4، الستة بقت 5 من 3 2. تمام، ودي بقت ايه؟ 5 ناقص 3 2، وعندك 3 ناقص 2 يديني كام؟ يديني 1. يبقى 360 ناقص 236 يديني 124. ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عايز ده اله. ركز معايا كده، هو في المسألة بيقول لي ان الالف ب ب8. طب انا مش عندي الميم د عمود على الالف ب، يبقى الميم د بينص في الالف ب، الالف ب كله ب8 يعني نصه ب4 ونصه ب4، انا استفاد بالجزء ده. وعندي طول نصف القطر ب5، يعني ايه؟ يعني انا كده هوصل الميم بالالف. ليه؟ عشان الميم بالالف ده نصف قطر في الدايرة، ولكنه هيبقى وتر في المثلث بكام؟ ب5. خد بالك معايا كده، انا عندي ايه بقى في المثلث ده اللي هو الف د م؟ عندي الوتر ده ب5 وعندي ده ب4، كده محتاج اجيب م د. اجيب م د ازاي؟ اربع ال5 واربع ال4 واطرحهم ايه من بعض. طيب اقول الكلام ده ازاي؟ يبقى اول حاجه انا هقول العمل نصل م الف اللي هو نصف قطر. تمام. طيب بما ان هقول له الميم د عمودي على الالف ب، ميم د عمودي على الالف ب. واخد بالك؟ بصوا المثلث عامل كده اهو، عشان ايه المثلث عامل كده يا ولاد؟ ادي الف ميم د، ادي الف ميم د، احنا قلنا دي ب90 خلاص، وعندي دي كده ب5 وعندي ب4، يبقى انا ناقصني الميم د. ميم د عمودي على الف ب، يبقى الدال منتصف الف ب. اذا الدال منتصف الف ب. ايه معنى منتصف؟ يبقى الالف د بيساوي 4 سم. ليه؟ لان كلها ب8. وعندي نصف القطر اللي هو الالف ميم ب5. خلاص. طيب من فيثاغورس
من فيثاغورس بما أن المثلث ألف ميم دال قائم الزاوية في دال. إذن احنا قلنا الميم دال اللي هو ده، الميم دال ده ضلع مش وتر، يبقى الميم دال بيساوي الجذر التربيعي هربع الوتر تربيع ب25 ناقص هربع الأربعة ب16، ادي 25 ناقص 16 يديني 9، التسعة جذرها 3، كده انا عندي الميم دال ب3، ادي الميم دال ب3، وعندي الميم هي كله اللي هو نصف قطر ب5 اهو. يبقى تاني الميم دال بيساوي 3، وعندي الميم ه بيساوي 5. اقدر اجيب الدال ه اللي من تحت ديت ان انا اطرح ال5 ناقص ال3 بيساوي 2 سنتي. يبقى الميم هي كله نصف قطر ده ب5، شيل منه ال3 اللي انا جبته، 5 ناقص 3 بيساوي 2 سنتي. ادخل بعد كده على اخر فقرة او اخر سؤال في الاختبار الاول. في الشكل المقابل بيقول لي هنا دائرة ميم، يعني الدايرة اسمها ميم، وعندي ميم س عمودي على ألف ب، وميم صاد عمودي على ألف ج، وقياس زاوية الب ب70. اثبت ان السين صاد يوازي ب ج. تعال على الشكل كده علشان خاطر نعرف نشتغل عليه. هو مديني الميم س عمودي، حتى اعمل لي هنا زاوية قايمة، والميم صاد عمودي على الألف ج، وقياس زاوية الب ب70. هو عايز يثبت ان السين صاد بيوازي الب ج. انا اخدت قبل كده في اولى اعدادي لما يبقى عندي مثلث، دي الفكرة يعني، وليكن المثلث ده اسمه أ ب ج، تمام. طيب امتى اخلي دي كده ده اهي، امتى الضلع ده بيوازي الضلع ده؟ الضلع ده بيوازي الضلع ده لما يبقى الدال في منتصف الالف ب، يعني لو كان الدال في منتصف الالف ب. وامتى برضو الضلع ده بيوازي الضلع ده؟ برضو لما يبقى الالف اللي هي في منتصف الالف ج. يعني معنى كده ان القطعة المستقيمة دي لازم تكون خارجة من منتصفي الضلعين، من الالف ب ومن الالف ه. طب هكذا بالنسبة للكلام ده هنا، انا السين من المفترض ان هي لازم تكون منتصف الف ب. طب هل السين منتصف؟ لا، بس في معلومة بتقول ايه، ان انا عندي في ميم س عمودي على الالف ب، يبقى السين منتصف الف ب، تمام. ده النتيجة اللي بتقول المستقيم الخارج من المركز عمودي على الوتر بينصف الوتر، وبرضو هنا مستقيم خارج من المركز عمودي على الوتر بينصف الوتر. في الحالة دي السين منتصف ألف ب، والصاد منتصف ألف ج، يبقى في الحالة دي السين صاد فعلا بتوازي الألف ب الب ج. طب أقول لي الكلام ده إزاي؟ هقول له كده هنا بما أن الميم س عمودي على الألف ب، الميم س عمودي على الألف ب، والميم صاد عمودي على الألف ج، ميم صاد عمودي على الألف ج. معنى كده إن السين هيبقى منتصف ألف ب، يبقى أقول له كده إذن السين منتصف ألف ب، والصاد منتصف الألف ج، تمام. طالما السين في المنتصف وصاد في المنتصف، يبقى القطعة دي خارجة من منتصفي الضلعي دول، يبقى السين صاد كده في الحالة ديت هتوازي الب ج. وده كده المطلوب أولا. المطلوب الثاني عايز قياس زاوية صاد س م. حلو الكلام، ادي صاد س م، صاد س م اللي هي دي. طيب مفيش مشاكل، انا عندي الوقت ده في توازي، يبقى في حرف اف اهو، عامل كده وعامل كده وعامل كده اهي يا ولاد. مش ده كده ادي س، ودي كده ب، انا عندي الزاويه دي ب70، وعندي ده بيوازي ده، ده حرف اف مقلوب، يبقى الزاويه دي كده اللي هي دي هتبقى ب70، اللي هي دي كده اهي ب70، تمام. طيب دي كده الميم س عمودي على الالف ب، زي ما الجزء ده ب90 هيبقى الزاويتين دول ب90. طب ولما اشيل من 70، يعني اشيل ال90 اشيل منها 70، اتبقى كام؟ اتبقى 20. طب يعني اقول ايه انا في الكلام ده؟ هقول له انا قلت ان ده بيوازي ده، اقول له اذا قياس زاوية الف س صاد، قياس زاوية الف
س ص بيساوي قياس زاوية الب بيساوي 70 درجة بالتناظر، لأن ده حرف إيه؟ حرف الإف. أصبح الد ب90 واللي فوق ب70. تمام. هقول له كده بما أن قياس زاوية م س أ، قياس زاوية م س أ ب90، وبما أن قياس زاوية أ س ص لسه جايبها ب70، أ س ص بيساوي 70. طب يبقى الزاوية اللي هي ما بين ال70 وما بين ال90 اللي هي ديت اسمها م س ص. يبقى أقول له كده إذا قياس زاوية م س ص يساوي 90، أشيل منها ال70 هيبقى معايا 20 درجة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم على خير وإلى لقاء آخر إن شاء الله.